الممثلة إجلال زكي اتكلمت عن حياتها زمان وليه هي ما خدتش بطولات، وقالت تصريح صادم جدا وغريب جدا. التصريح ده كان عن عادل إمام تحديدا. وإجلال زكي اللي ما يعرفهاش كانت ظهرت يعني أو أشهر دور عملته كان مسرحية سك على بناتك، في دور البنت العاقلة اللي كانت قايمة بدور نادية، وصاحبة الإفيه الشهير طبعا، أو اللي كان بيتقال عليها الإفيه الشهير بتاع بلاها نادية خد سوسو. استضافوها من كام يوم وقالت تصريح صادم جدا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. قالت ايه بقى؟ انا كنت مرشحه للبطوله قدام عادل امام في فيلم قاتل ما قتلش حد، وطبعا كلنا عارفين انها هتاخد بطوله قدام عادل امام، فتبقى من نجمات السينما على طول المشهورين جدا، لان عادل امام عنده اكبر جمهور سينما. بس افلام عادل امام كلها بشكل كامل يعني لازم يكون فيها المشاهد اللي هي فيها بوس او بطله، لازم يكون في اغراء قدامه والكلام ده. البطله اللي قدامه لازم تكون يعني ليها مشاهد اغراء او بوس او كده. نادرا يعني ما الحاجات دي ما بتبقاش موجوده في افلام عادل امام. وانا رايي انها من المقومات او من الحاجات اللي نجحت افلام عادل امام برضو. زي طبعا عادل امام كان بيختار افلام كويسه ودمه خفيف وكده، لكن برضو ما ننساش ان ده كان ليها تاثير اصلا المشاهد دي على جذب قطاع كبير من الجمهور برضو. مش كل الناس برضو داخله تتفرج على فيلم فيه فكره او فيلم سياسي او فيلم دمه خفيف. فهو كان بينجح هو ونادية الجندي. نادية الجندي برضو كانت بتعتمد في خلطة أفلامها جنب الجاسوسية والأكشن وكده على مشاهد الإغراء اللي احنا كنا عارفينها. دي حاجة محدش يقدر ينكرها يعني دي حاجة كانت واضحة جدا. المهم المفروض بقى الفيلم ده فيه بوسة. طبعا عادل إمام بس عشان نديله حقه برضه لما عمل فيلم الإنس والجن ما كانش فيه أي قبلات ولا أي بوسة ولا أي حاجة ونجح برضه. بس أنا بقول لك إن ده نادرا ما إن عادل إمام يبقى في أفلامه ومفيش حاجة زي كده. المفروض كان في بوسه في الفيلم، فهي قالت لا انا مش همثل البوسه دي خالص ومش هينفع اعمل ده، شيلوا المشهد ده. فعادل الامام قال لها ليه يا اجلال مش عايزه تبوسيني؟ ويعني انا طبعا سمعتها بصوت عادل امام لما هي اجلال زكي قالت كده، مش عايزه تبوسيني يا هدى، تحس ان هو بيقولها كده. فانا مش فاهم ايه علاقه الشخص نفسه بالبوسه نفسها. مش هما بيقولوا ان ده مش بيبوسه هو بيبوس الشخصيه؟ فيمكن هي مش عايزه تبوس الشخصيه برضه، صح ولا ايه؟ ليه خدتها على نفسك يا استاذ عادل؟ وبعدين هي مش عايزه تبوسك برضه، ما هي تبوسك ليه برضه؟ ايه المشكله؟ على حسب كلام اجلال زكي بالمناسبه، ممكن الكلام ده ما يكونش حقيقي، الله اعلم بقى، لان الطرف الثاني ما ردش. لكن على حسب كلامها لحد دلوقتي هو الكلام ده حصل يعني. وزعل منها بتقول كده وزعل مني شويه، وبعد كل شويه يشوفني يقول لي مش عايزه تبوسيني. آه، واضح ان شخصيه مرزوق بتاع مفيش ست ما تحبنيش كانت مأثره شويه على الفتره دي في عادل امام. فطبيعي ما تعوزش تبوسك، ايه المشكله؟ مفيش مشكله يعني. ده بيخلينا نفكر شويه في الفتره دي، اللي هو هل فعلا اي ممثله كانت بترفض مشاهد القبولات والكلام ده كانت ممكن ما تشتغلش تاني او ما تشتغلش في بطولات وكده؟ انا شايف ان ده بنسبه كبيره جدا الحاجات دي عطلت ناس، لكن بالنسبه لعبله كامل مثلا ما تعطلتش خالص، بقت من اهم نجمات السينما. ويعني اثار الحكيم فتره ما عملتش فيها الكلام ده، وكانت برضو من النجمات في السينما. لكن ده نادرا جدا ومحتاج يعني موهبه جباره زي عبله كامل. متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الترند اللي جاي.